واخيرا مصر المركز الرابع في بطوله افريقيا المغرب 2026. يعني موضوع بسيط يا جماعه وسهل والله. احنا عندنا كوره، احنا عندنا كوره، ادي كوره. احنا بنلعب نيجيريا، نيجيريا اللي هي اقوى من السنغال. ما تقوليش اقوى، انا بقول لك اقوى من السنغال، بس الفرق ان احنا ما لعبناش كوره قدام السنغال. الموضوع سهل وبسيط. يعني احنا عندنا كوره وادينا لعبنا وادينا، وعادي جدا خالص. وعندنا جون، عندنا جون كان متالق وصد ضربه جزاء. مش هتكلم دلوقتي في الفنيات يعني تعالى بس كده واحده واحده. اقسم بالله احنا عندنا كوره ندوس على وش اي حد، على وش اي منتخب في القاره. ايوه انا زي ما بقول لك ندوس على وش اي منتخب في القاره. هتقول لي فرق سرعات يا سيدي، هقول لك يا باشا واحنا من امتى بنلاعب الفرق الافريقيه دي بالذات، نيجيريا او كوت ديفوار او السنغال او الكاميرون، بنجاريهم في السرعات. احنا ما بنجاريش، وغانا ما بنجاريش الناس دي في السرعات، احنا بنلعبهم بذكائنا، بالفكر بتاعنا. تمام. احنا لكن كسرعات لا طبعا هم اسرع، كقوه هم اقوى بدنيا وكل حاجه. تمام. نفس المنتخبات تونس والجزائر والمغرب، الناس دي ما بتلعبش معاهم سرعات، ما حدش هيجاري الناس دي في سرعات. تمام. انما احنا الحمد لله احنا عندنا كوره يا باشا. يا سيدي الفاضل، يا اي متابع، يا اي مغربي، باحترامي لاي حد، احنا 7 افريقيا. 7 افريقيا، الكاميرون 5، نيجيريا 3، غانا 4، المغرب بطولة واحدة، تونس بطولة واحدة، الجزائر تقريبا بطولة أو بطولتين. إحنا مصر 7، 7 بطولات. هتقول لي إحنا من 2010 ما خدناش بطولة؟ عادي يا عم، في ناس من 50 سنة ما خدتش بطولة، عادي جدا، عادي. المهم يا كابتن حسام، الموضوع سهل. يعني احنا شفنا كوره، ومع ما كمان ما كانش عندك النهارده في اتنين مؤثرين جدا جدا جدا، مروان تمام وعندك ياسر ابراهيم ما بيلعبوش. موضوع سهل بسيط، لعبنا كوره، استمتعنا، رحنا بهجمات، كان في هجمات علينا وفي جون دخل بايلك كده. تمام. بس مصطفى شوبير كان واقف اسد، وحسيتك إن في جون. يعني حتى لو في غلطات، في اخطاء، في الناس بتوصل للجون، عندنا جون. ليه ده ما ياخدش يا كابتن شناوي؟ يا كابتن شناوي والله العظيم احنا مقدرينك ومحترمينك، واحنا كاهلاويه كمصريين احنا بنحبك وزي الفل. خلاص 37 سنه، ده عنده 26 سنه، يعني ده مش ناشئ، هنفضل نقول عليه ناشئ لحد ما يجيب ال 30 سنه حضرتك؟ ادي فرصه لغيرك بقى. يعني حتى كاداره اهلي، كاي واحد اهلاوي، ادوا فرصه للراجل بقى. حلو ده كده، كتر خيرك يا كابتن. يعني خلاص حلو. سيب بقى مصطفى شوبير يقف، في محمد صبحي، في برضه بتاع الاهلي التاني، في ناس المفروض تطلع بقى تاخد كده. تمام. حلو كده على حضرتك كده زي الفل. احنا مش هتبقى مخلد زي حسام الحضري. ما علينا عشان ما ناخدش كتير في الوحده ديت. هتقول لي يا باشا ده انت يعني انت خسران وطالع فرحان. يا باشا انا خسران بضربات جزاء، دي اسمها ضربات الحظ. دي مش ضربات، يعني دي ضربات الحظ. حتى انا يعني هقول لك ليه اكتر حاجه. يعني رونالدو وميسي ضيعوا، انا مش هتكلم على صلاح ولا مرموش، ادي الاثنين النجوم اللي عندك في الفرقه تمام ضيعوا عادي جدا. ومصطفى ده صد واحده وبرده ما فيش توفيق سبحان الله. وخلي بالك صلاح ضيع ليه؟ من كتر الضغط واللود اللي حصل مننا، ومن الشعب على صلاح. المفروض ان ده راجل اكتر حد داخل يشوط وعنده ثقه هو ذات نفسه، عشان يدي ثقه للفريق هو ذات نفسه داخل وما عندوش ثقه في نفسه. فالطبيعي جدا يا شاطها يعني. ده صلاح كان بيشمعها مع الليفر. حتى مرموش يعني سبحان الله حاططها في النص عشان يضمنها 100%، 1% الجون جابها بالرجل. تمام. فعادي مفيش توفيق، تمام عادي جدا. بس انا مبسوط، انا لعبت كوره، انا عملت، انا اديت، انا ما فضلتش واقف 90 دقيقه خايف من نيجيريا. ايه نيجيريا ايه يعني؟ هم دول ايه معاهم اسلحه وانا هلعب؟ ايه يا عم صباح الفل، العب كوره يا كابتن، متعنا يا كابتن. مره ومليون احنا عايزين نستمتع. روح كاس العالم وتروق، ادينا كوره، حط جوان، هدف، بس مالكش دعوه باي حد يا باشا. متع، والناس دي كلها هتلاقي بتسقف لك. الناس النهارده كلها كانت متضايقه بقى بعد الماتش ده، عادي جدا طالعه مرضيه. الناس قاعده على القهاوي مبسوطه. احنا عملنا كوره، احنا رحنا على الجون كذا مره، رحنا وشطنا. مصطفى محمد لعب، يعني ليه قاعد طول البطوله على الدكه واخد مهاجم صريح؟ ليه يقعد؟ ما علينا. في حاجات، في مناوشات، في كلمه اتقالت، في ايا كان، مش هفضل مقدره طول البطوله وانا بخسر. اللي حصل حصل وخلاص، ودرس وتعلمنا منه يا كابتن. كام شهر وكاس العالم هيبتدي، عايزين نشوف كوره، عايزين نتمتع. اما بالنسبه للمغاربه ودوله المغرب المحترمه تمام، اللي في نشيد الوطني قعدوا يصفروا، اللي في كل كوره واحنا رايحين هجمه على نيجيريا كانوا يعني بيصفروا علينا. تمام. وكل كوره رايحين على مصر بيشجعوا نيجيريا. تمام. يا اخي سبحان الله. يعني انا كنت في كاس عالم قطر، انا من اكتر الناس، انا وناس كتير من مصر كانوا بيشجعوا المغرب. تمام. انا ما توقعتش ان احنا طول البطوله بنتعامل بهذه المعامله. ليه؟ انا مش فاهم. مش مشكلتي ان انا واخد 7 يا فندم، 7 بطولات، وانت واخد بطوله واحده، وانت لسه هتاخد البطوله الثانيه، وان انت كنت خايف مني ان انا اقابلك في النهائي. اسمع، من انت خايف مني لان انا كعب عالي عليك، وانت عارف ان انا كنت الفرقه الوحيده اللي كانت هتلعبك.
والله احنا الناس الوحيده اللي كنا هناخد منكم البطوله، وانتوا عشان كده كنتوا خايفين، عشان كده كنتوا بتشجعوا اي فرقه او اي منتخب احنا بنقابله، خايفين احنا نوصل للنهائي، والله انتوا كنتوا خايفين. تمام، بس ما بتبقاش المعامله كده، انتوا بتيجوا هنا عندنا احنا بتشاركوا فوق دماغنا. ايه المعامله دي وليه كده؟ ليه؟ يعني انا مش قادر، ده انا ذات نفسي انا بقعد، انا لما بلعب لما بتفرج عليه انا بشجعكم انتوا. يعني لما بتقابلوا اي فريق انا بقعد بتفرج على ابراهيم دياز واشرف حكيمي والزلزولي وايوب الكعبي والناس دي كلها. يعني أنا لو عايز اقول لك حتى بالاحتياط اللي قاعدين بره هقولهم لك كلهم واحد واحد، وسفيان رحيم اللي ما بين فين وفين لما بينزل. ايه ده؟ احنا يعني متابعينكم واحد واحد. ليه بتعملوا كده؟ ايه الكره ده كله؟ مش مشكلتي يا فندم ان انا دايس على وش القاره كلها، واخد البطوله 7 مرات، مش مشكلتي. مش مشكلتي ان انت بقالك 50 سنه واخد البطوله مره واحده، واخدها 1974 ولا 76، مش مشكلتي، دي مشكلتك انت، مشكله فرقتك. مشكله دي مشكلتك انت، مش مشكلتي ان انا بقى مدغدغ الدنيا وظابط الكلام، وربنا يبارك له ويمسيه بالخير كابتن ابو تريكه اللي واخد 3 بطولات ورا بعض. بس هو كابتن احمد حسن كابتن احمد حسن لوحده واخد 4 بطولات. يعني اصلا دولتك ما وصلتش للاعب عندنا صباح الفل. فدي مش مشكلتنا يا كابتن، مش مشكلتنا يا جماعه والله. مش مشكلتنا ان احنا جامدين وعندنا كوره جامده، سيبك من ماتش السنغال اللي انت هتحكم عليه. احنا جامدين، احنا فوقه الحمد لله. ده تاريخيا كده افتح الكتاب هتلاقي مصر افريقيا. فاللي انتوا بتعملوه ده غلط ومش صح. عادي، وخلي بالك احنا يعني مش زعلانين، عادي جدا، عادي جدا جدا. المشكله عندك انت، اللي عنده نقص هو اللي حاسس بيه. انا خارج من البطوله وبضحك، انت بقى بتحرق وخايف مني، دي مشكله ترجع لك انت. ما علينا، عشان احنا ما بنحبش ندي لحد اكبر من حده. الحمد لله. يعني في كاس عالم بقى جاي بقى، عايزين نتفرج عليكم ونتفرج علينا وهنشوف الدنيا فيها ايه. تمام، ويعني اكسبوا السنغال. يعني انا ذات نفسي انا بشجعكم ولحد الان يا عم، مش عشان السنغال. بص السنغال اصلا في تاريخها كله خدت بطوله مره واحده، خدتها مننا احنا في النهائي. يعني بطوله واحده زي يعني انتوا الاثنين واحد، اللي هياخد البطوله هيبقى اثنين، فاضل لكم 5 عشان تبقوا زينا. صباح الفل اي كلام. فربنا يوفقكم وتحاولوا توصلوا كده ل7. تمام، كده كده البطوله بقت كل 4 سنين، يعني معظم اللعيبه اللي تلعب دي مش هنشوفها تاني سواء عندكم او عندنا. فربنا يوفقكم بقى عبال ما توصلوا ال7 بطولات ديت اصلا نكون احنا اتكلنا بقى. ما علينا. خدت وقت كتير والله من الفيديو، بس معلش عشان الواحد بس والله يعني كان مستغرب، يعني اكتر حتى حاجه ضايقت الواحد موضوع ان انتوا بتصفروا والنشيد الوطني شغال. يعني عمرنا ما حتى ما عملناه مع حد، عمرنا احنا اي حد لو طفل رضيع بيخش مصر احنا بنشيله فوق دماغنا. ليه كل الاحترام، ليه كل التقدير، ليه كل حاجه حلوه. تمام، لكن اللي احنا شفناه دوت ده حاجه مش طبيعيه، حاجه غريبه جدا 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 جدا. ودي طبعا اكيد قله، اكيد مش كل الشعب المغربي بنفس التفكير وبنفس اللي احنا شفناه دوت. ما علينا. الحمد لله النهارده شفنا ماتش حلو من كابتن حسام، من الرجاله. انا مش زعلان من اي حد، مش زعلان من صلاح ان هو ضيع. الحمد لله مصطفى شوبير اثبت يعني في جون عندنا يا جماعه، صد لك ضربه جزاء، مفيش توفيق. فايا كان اللي حصل حصل خلاص، نركز في اللي جاي، نركز في كاس العالم. خلاص بطوله وخلصت، بكره هتستلم البرونزيه ونروح على مصر. كله بقى اللي بيركز في الدوري بتاعه، اللي بيلعب في ليفربول يلعب في السيتي، كل واحد يركز مع فرقته لحد ما نيجي نلعب كاس العالم. نرد بقى تاني بعد اذنكم، نشوف كوره تمتعونا، واللي حصل حصل واحنا مش زعلانين منكم. متعونا والعبوا كوره.